لا يخفى على أحد أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وموسكو قوية، وعلى ما يرام حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية فإن موقف الجزائر بقي حياديا وثابتا. لذا فإن الحديث عن فتح قنوات دبلوماسية أو مبادرة سلام تقوم بها الجزائر بين أوكرانيا من جهة وروسيا من جهة ثانية كان مفاجئا للبعض، خاصة أن العلاقات مع جارتها المغرب مقطوعة وسط توتر بينهما. ففي حوار تلفزيوني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألمح إلى وجود مشروع خطة سلام يمكن أن تطرحها بلاده لوقف الحرب في أوكرانيا من دون الحديث عن أي تفاصيل. هذا ما قاله بعد أن طرح عليه إبراهيم تخربت رئيس تحرير صحيفة إكسبرسيون عن المبادرة الجزائرية خلال زيارة الرئيس تبون لأوكرانيا في شهر مايو. نتكلموا على الأمور لما تبان، لما تكون في بدايتها تنضج تكلموش عليها، تكلموش. الشيء اللي نقول لك هو خدينا قرار أمس مع السيد وزير الخارجية على أساس هذا الأسبوع نعاود نفتح السفارة نتاعنا في كييف. كنا غلقناها لأسباب أمنية. اليوم عاود تفتح ودوك يديروا البلاغ. عندنا علاقات عادية مع أوكرانيا. وعلاقتنا مع روسيا قاع الناس تعرفها، الخاص والعام. ولكن من الناحية الدبلوماسية اسمح لي ما نقدرش نجاوبك لأن أمور سرية. لكن كلام الرئيس تبون عن مبادرة أو وساطة بين أوكرانيا وروسيا كان محل استغراب من قبل وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفلة العجمي. الوزير الكويتي السابق سعيد بن طفلة طالب عبد المجيد تبون بالتوصل لسلام مع المغرب وقالها في تغريدة. سعد بن طفلة يقول في تدوينته: فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تقوم بوساطة سرية للتوصل لسلام بين أوكرانيا وروسيا، بوركت جهودكم. ويضيف قائلا: لكن أوليس من الأولى أن تقوم بلادكم العزيزة بالتوصل لسلام مع جارتكم الشقيقة المغرب وتتوقفون عن دعم المرتزقة البوليساريو بالصحراء المغربية؟ علامة استفهام يكتب ذلك متسائلا. تغريدة سعد بن طفلة أقامت الدنيا ولم توقعدها، فقام عدد من الإعلاميين وكذلك عدد من الكتاب الجزائريين بالدفاع عن الجزائر ورئيسها. مثلا منهم سمير يقول: الخبر الذي تتشدق به في الحقيقة هو من نسج خيالك كالذي يكذب الكذبة ويصدق نفسه. أما نصيحتك فنحن في غنى عنها، ونحن أدرى بمصلحتنا ونعرف عدونا من صديقنا. واعلم أن الشعب الجزائري في هذه القضية بالذات على تناغم كامل مع السلطة الجزائرية. حساب بلاغات يغرد يا وزير الإعلام السابق حاليا، وأقولها لك صدقا: أي اصطفاف بجانب المغرب هو علامة سوداء في صفحة صاحبها ومشاركة مشبوهة منه. تبون دقيق في تصريحاته، والجزائر الآن بعيدة جدا عن المخزون المتراكم في رؤوس الآخرين عن الصحراء لأهلها. طبعا ويتكلم هنا